بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم مطبخ منى نوار. ان شاء الله النهارده هنقدم وصفة صينية البطاطس بالفراخ في الفرن، ومعاها رز ابيض يعني حطاه في الفرن باللبن. ان شاء الله تكون طريقة سهلة وبسيطة. هنقول تكات وايه اللي يطلع لنا الفراخ مستوية جدا وناشفة، والبطاطس كمان ليها طعم مميز وطريقة مميزة بخلطتي. ان شاء الله تكون طريقة سهلة وبسيطة. اللي اول مرة يسمعني يشرفني باشتراك والضغط على الجرس عشان يوصلوا كل جديد، ويسيبوا رأيكم في الكومنتات، اكون شاكرة ليكم، او لايك او شير للفيديو، دعم ليا عشان نستفيد كلنا والوصفة توصل لأكبر عدد ممكن، على الفيس، على الماسنجر، على الواتس، على اي جروب انتوا بتفضلوه. اكون شاكرة ليكم كلكم. ان شاء الله النهارده هنقدمها بوراك صينية البطاطس بوراك الفراخ. انا شايفة ان هي في الشوي مع البطاطس احسن واطرى، عشان الصدور بتبقى ناشفة، لان عندي وصفات كتير للصدور. ان شاء الله نقولها بطريقة سهلة وبسيطة. نشوف الوصفة مع بعض. لايك وكومنت، اكون شاكرة ليكم. انا هنا بجهز التوابل: بهارات فراخ، فلفل، جنزبيل، فلفل وكمون، عندي وراك فراخ، بطاطس حلقات، بصل مبشور، فلفل اخضر، طماطمتين، ليمون، زيت، خل، وبصلايه، واربع او خمس فصوص توم. انا عندي جنزبيل وبابريكا وبهارات فراخ، ملح وفلفل، يعني البهارات على حسب، لو في حد ما بيحبش حاجة يحب يحطها أو يشيلها، بس هي الخلطة ديت مميزة مع صينية البطاطس. أنا بمسك الفراخ، وراك الفراخ، أشرحها. لازم أعمل فيها فتحات بالسكينة، 3 فتحات أو 4 فتحات. ليه؟ عشان التتبيلة اللي أنا هعملها الأول لوراك الفراخ عشان يبقى ليها طعم. احنا عارفين ان الفراخ يعني التست بتاعها غير اللحمة، لازم احنا ندعمها بطعم عشان يبقى لها طعم قوي وحلو. فانا هنا اعمل في كل الوراك، افتح الوراك كذا فتحة. هنا انا بخلط بقى التوابل على بعض، لان التوابل دي هنستخدمها، هناخد منها جزء لتتبيلة الفراخ، جزء للبطاطس، وجزء للخلطة اللي هنحطها عليهم كلهم. نزلت بمعلقة كبيرة من التوابل اللي انا محضراها. ان شاء الله هكتبها بالتفصيل في صندوق الوصف. وعليها معلقة خل ومعلقة زيت، اقلبهم كويس وادعكهم في بعض كويس، وعصير ليمونة. اعمل الخلطة دي وادعكها مع بعض كويس، بحيث البصل يوصل له كل التوابل اللي احنا حاطينها، والخل والزيت والليمون. اجيب وراك الفراخ احطهم في الصينية اللي احنا هندخلها الفرن، وادعك بقى بالبصل والتوابل اللي احنا خلطينهم على بعض. ادعكه من بره ومن جوه، من فوق وتحت، وادخل بقى كل التتبيله دي. احاول في كل الفتحات اللي احنا حاطينها، احنا نمشي بس الخطوات بالراحه، وان شاء الله هتطلع صينيه فراخ بالبطاطس تحفه، بطعم مميز وريحه حلوه. انا بصوا بدعك فيها وبحاول ادخل الخلطه في كل حته في الفراخ. على فكره هي ممكن تتعمل بفرخه كامله مفيش مشكله، بس انا حبيت اقدم بوراك الفراخ عشان ان شاء الله عندي اكتر من وصفه الفيديوهات الجايه لصدور الفراخ لوحدها، بحيث يبقى تغيير يعني. سيبنا الفراخ كده نص ساعة ساعة على قد ما تقدري، لو سبتيها ساعتين على الأقل أو بيتها في التتبيلة تبقى تحفة، بس أنا بقول لو احنا مستعجلين. ننزل في شفشق الخلاط بالطماطمتين وبصلة والثوم. احنا هنعمل الخلطة. هنا معايا قرنين فلفل، حطيت نص يعني قرن في الخلاط، وقرن هخليه هقلبه، ده يعني اللي عايزه سبايسي، هقلبه مع البطاطس، مع حلقات البطاطس. انزل بجزء من التوابل اللي احنا الخلطة اللي احنا عملناها: كمون وفلفل وجنزبيل وبابريكا وكزبرة ناشفة. واللهم صل على النبي، في حاجة أنا ناسياها. وعندي ورق لورا وينسون نجم عشان بحبهم، بحطهم في الآخر. هنا عصير نص ليمونة مع التوابل، وبرده معلقة زيت عشان البصل لازم يتحط معاه قليل من الزيت عشان ما يبقاش ريحته تتغير. انا هنا نص الليمونه اللي عصرتها بحب احطها عشان الليمون يبقى فيه مزازه كده وتطلع. هنا البطاطس انا مجهزاها الكميه اللي تفضلوها طبعا، قرن الفلفل اللي انا مقطعاه، واحط بقيه التوابل اللي انا عامله احطها اقلبها مع البطاطس عشان اتاكد ان البطاطس كلها وصلت لها التوابل. ليه؟ عشان انا هنا صينيه البطاطس مش حمرا، يعني مش لازم تكون فيها طماطم كتير، هي لونها كده مميز ومظبوطه. وانا حاطه بهارات فراخ، يعني التتبيله فيها بهارات فراخ.
انا هنا كنت خلاص سبتها شويه اكتر من ساعه، ولو كل ما تسيبيها في التلاجة غطيها وسيبها في التلاجة تبقى افضل. انزل بشرايح البطاطس، بصوا التوابل وصلت لكل حلقات البطاطس ازاي. انا مخليه الفراخ تحت، انا متعمده اعمل كده. وعندي ورق لورا وواحده ينسون نجمه، اللي يحب يحطها يحب، ما يحبش مفيش مشكله. بعد ما بيستوي بشيل الحاجات دي. الخلطه اللي ضربتها في الخلاط انزل بيها، هي كده نعمت خالص في الخلاط. بوريه كل التوابل والطماطم والبصل وكل اللي احنا حطيناه مع بعضه، انزل بيه اوزعه على وش البطاطس. انا ليه حاطه وراك الفراخ تحت؟ عشان هي هتجيب سوائل، انا مش بزود ميه ولا اي حاجه خالص. الخطوة الأهم بعد ما أعمل كده أنزل كل الخلطة اللي ضربناها في الخلاط. عندي ورقة زبدة ببلها وأقفل على صينية الفراخ بالبطاطس. ليه؟ هي هتجيب البصل، هيجيب التوابل، الطماطم، كل الخلطة اللي عملناها. برش بس معلقتين زيت على الوش عشان تساعدنا الفراخ تحمر، إن وراك الفراخ ما بتبقاش دسمة. فانا هنا بليت ورقه زبده هغطيها اكمرها بقى، ما اسيبش فيه اي مكان. ليه؟ كل البخار اللي هيتحبس جوه هيسوي لنا الفراخ. متخيلين بقى الطعم؟ هي الفرخه هتطيب، الوراك مع البطاطس هيستووا على البخار من كل السوائل نازله من الفراخ والبصل والخلطه اللي احنا عملناها. بعد كده اقفل كويس بورقه ألمونيا وادخلها الفرن. الفرن حامي، لازم لازم الفرن يكون سخن من قبلها، عشان البصل والبصل والفراخ يتفاعلوا بسرعة في السخونية العالية، فيبقى طعمهم أفضل. ما تجيبش مية كتير. فأنا قفلت كويس وتأكدت، دخلتها الفرن. بعد ما تستوي إن شاء الله 3/4 سوا أبتدي أطلع. بصوا الورقة متحافظ عليها ازاي، كاتمين البخار ما شاء الله، الريحة تحفة. بصوا هنا البطاطس سليمة مفيهاش حاجة مهرية أو متفرفتة. أنا هنا طلعت وراك الفراخ بالشوكة، طلعيها فوق على وش الصينية، على وش البطاطس. بصوا كمان لسه في سائل من البطاطس مع الفراخ، يعني احنا ما زودناش اي سوائل، هو دي السوائل اللي موجودة في الفراخ والبصل. دخلتها تحت الشواية، احمرت بالشكل ده، نشفت. اللي يحب عايز فيها صوص يخلي الصوص شوية، ما نشفهاش، احنا بنحبها ناشفة كده. لون البطاطس معقول مش احمر، اللي عايزها حمرا يزود الطماطم. الفراخ ناشفة جدا ومقرمشة وفي نفس الوقت مستوية جدا. انا عاملة معاها برام رز مدسوس في الفرن، وقدمت معاها سلطة وعندنا مخلل. وألف حمد وشكر لك يا رب. لايك وكومنت الفيديو وشير، أكون شاكرة ليكم. نقدمها بالشكل اللي يريحنا. أنا هنا بقدم لكل واحد في الطبق بتاعه. ألف هنا وشفا اللي يشوف الوصفة وينفذها. يا ريت تبعتولي صور تطبيقات الوصفة على صفحتي على الفيس، صفحة مطبخ منال نوار بنفس الاسم. بصوا بطاطس مهرية، نشاركها مع بعض على الصفحة أو على المنتدى، او لو يحب ان انزل له اي مشاركة على المنتدى يتواصل معايا، وانا تحت امركم. وبشكركم جدا لاستماعكم. يا ريت بس شير للفيديو واكون شاكرة ليكم. دعوة حلوة، وان شاء الله لما تجربوا صينية البطاطس بالطريقة ديت، الفراخ والبطاطس بالطريقة دي هتعجبكم قوي. انا هنا للامانة مش عارفة امسكها عشان هي سخنة قوي، كنت لسه مطلعاها، بس يعني الشكل واضح، الريحة والطعم يعني مش عايزه اقول لكم. ان شاء الله لما تجربوها هكتب في صندوق الوصف المقادير كامله، وخصوصا التوابل. انا بقول اللي يحب يبدل حاجه من التوابل ما بيحبهاش مش مشكله، يعني اللي ما بيحبش قرفه او الجنزبيل مش مشكله. شكرا لاستماعكم والسلام عليكم.